وابعد عنهم خلاص خدت القرار. الحب كلام سكة دايما والغرام واخد عذاب، مخلوق الدنيا ومن العكس يوم الأيام، هو بقت من كتر اللي بفكر مش عارف أنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، ورجعنا لكم بفيديو جديد. شرح فيديو النهارده هيكون الترند اللي انت شفته في اول فيديو. لو عايز تعرف ازاي، يا ريت تكمل معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه، طبعا اذكروا الله وصلوا على النبي، واعمل لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الشروحات الجديده. ومن غير كلام كتير طبعا يلا بينا. اول حاجه تدخل على الانستجرام زي كده او اي برنامج تاني، تقدر ان انت تكتب على الصور بتاعتك وتتابع معايا الخطوات. هفتح الانستجرام واضيف الصوره وارجع لكم تاني على طول. اول حاجه بقى يا شباب، بعد ما نضيف الصوره على الانستجرام مثلا واي منصه، بنبدا ان احنا نكتب الكلمه اللي احنا عايزينها. مثلا كلمه اول كلمه في الاغنيه زي كده بنكتبها مثلا، نحددها في المكان اللي احنا عايزينه ونعمل لها حفظ. تمام. بعد كده بنكتب الكلمه التانية برضو ونحددها في المكان اللي احنا عايزينه وندوس على حفظ. تمام. اهم حاجة ان انتوا كل كلمة تكتبوها في الاغنية مثلا معايا في الفيديو ده هتعملوا كلمة حفظ، يعني هتعملوا حفظ لكل صورة تكتبوها. بس كده عشان مطولش عليكم، هكتب باقي الكلام وارجع لكم تاني على طول. وبس كده يا ابطال، انا خلصت الكتابة على الصور بتاعتي كلها. بعد ما خلصت على الصور زي كده، ندخل ونفتح برنامج كاب كات. هنبدأ ان احنا نظبط من عليه الصور والثواني بتاع الصور كلها وكل حاجة في الفيديو. تابعوا معايا بقى الخطوات عشان الفيديو يطلع معاكم مظبوط. ونفتح برنامج كاب كات زي كده. واهم حاجة ان انتوا تضيفوا الصور بتاعتكم بالترتيب واحدة واحدة. بعد كده بندوس على كلمة اد اوديو اللي هي تحت الصور دي. بعد كده بندوس على الفولدر ده ونضيف منه الصوت بتاع الفيديو اللي هتلاقوه في جروب التليجرام، طبعا اللينك تحت في الوصف. وبنضيف الصوت زي كده بالظبط، ونبدأ ان احنا نقص بقى الصور بتاعتنا على قد الصوت بتاعنا بالظبط. واول حتة في الاغنية يا شباب زي ما انتم شايفين كده فيها موسيقى، فاحنا هنبدأ ان احنا نضيف اول صورة بس مش مكتوب عليها طبعا، اول صورة من غير كلام، عشان نبدأ ان احنا نظبطها مع الموسيقى ونمشي بقى الاغنية. هندوس على علامة الزائد ونضيف الصورة بتاعتنا اللي هي اول صورة من غير كتاب. وزي ما انتم شايفين كده يا ابطال، انا ضايف الصورة طبعا، ضفتها دلوقتي. فهنبدأ ان احنا نسمع حتة حتة ونظبط بقى طبعا ايه الثواني بتاعتنا. فانا هعمل لك حركة صايعة دلوقتي، انزل اعمل لايك واشترك في القناة وهتلاقي الثواني قدامك على طول. خدها سكرين او ظبطها على صورك من الفيديو بتاعي زي كده، هيطلع معاك الفيديو مظبوط. بس تابع معايا بقى الشرح عشان تعرف طريقة الزوم بتتعمل ازاي. ودي هتكون الثواني يا ابطال، خدها سكرين او ظبطها على الصور بتاعتك هيطلع معاك الفيديو مظبوط طبعا. بس ما تنساش زي ما قلت لك، انزل اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا واعمل كومنت يشجعني على فيديوهات تانية. هظبط معاكم بقى الثواني بتاعت الصور، هعرفكم ازاي بتقصوا الصور زي كده وارجع لكم تاني على طول. وبنشيل طبعا الصوت الزيادة واخر حتة في الصورة الزيادة زي ما انتم شايفين كده يا ابطال. بعد كده نشوف الفيديو مع بعض، مثلا في اي حاجة عايزين نعدلها بسرعة كده، اللي هو الكلام مظبوط مثلا كل حاجة سريعا كده ماشي كله كده ايه عالظبط. هنبدأ ان احنا نرجع خالص وندوس على الفاصل اللي بين كل صورة وصورة، اللي هو الفاصل الابيض ده. هيفتح معاك طبعا ايه القايمة دي،
هتمشي كده على اليمين هتختار كلمة اسمها بلاك فيد، تحدد الصور كلها وتدوس على علامة الصح. تمام، ركزوا معايا بقى في الخطوة الجاية دي عشان دي اهم خطوة، دي اللي هتعمل فيها الزوم. هتيجي عند كلمة اللي هي الحزن دي وتدوس على الصورة وتعمل علامة كي فريم. ثانية واحدة كده، هتعمل كي فريم في أول الصورة وتروح لآخر الصورة بالظبط وتعمل زوم عند العلامة مثلا ايه بتاعة الحزن دي. تمام، زي كده بالظبط هتعمل زوم معايا زي كده وبس كده تبقى ايه معاك الزوم في الرايق على الهادي. تمام، بعد كده هنروح على كلمة ايه اللي هو بتاعة التاريخ اللي احنا عملناها دي ونعمل ايه علامة كي فريم في أول الصورة، وفي آخر الصورة هنعمل زوم، مش هنعمل حاجة تاني يعني هنعمل زوم كده عند العلامة ايه بتاعة التاريخ اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين كده. بصوا على الهادي، ونشوف مع بعض ايه الخطوة الجاية. هندوس على علامة اللي هي بيفكر دي ونحط برضه علامة كيفرين في الأول وتيجي في الآخر وتعمل زوم. دي طريقة الزوم الصحيحة اللي كله بيعملها في الفيديوهات بتاعته. وبعد كده هنيجي طبعا في آخر صورة اللي احنا عملنا فيها النوم دي هندوس برضه علامة كيفريم، ندوس في آخر الصورة ونعمل زوم. قلتهالكوا بكذا طريقة اهي يا شباب عشان تعرفوا انتوا تعملوا الزوم معايا في الفيديو ده، ونشوف الفيديو مع بعض كده. نشوف الزوم مثلا في اي حاجة متلخبطة عايزين نعدلها نشوف الفيديو زي كده. وبس كده الفيديو طلع معايا تمام. هنرجع بقى خالص وندوس على علامة افكت، بعدين فيديو افكت، بعد كده هتخش على كلمة هتلاقي اسمها بارتي، بعد كده تختار بلاك فلاش اول واحدة في الصف التاني على الشمال بالظبط زي كده، ودوس معايا خطوة بخطوة وتدوس على علامة الصح وتحددها في اول صورة بس، يعني اول صورة اللي من غير كلام هنحدد عليها الفلاش. تمام، بعد كده ندوس على فيديو افكت تاني اللي هي بنفس الكلمة برضو، وهنحرك الشريط ده ونخش على كلمة اسمها بيزك اللي هي جنب ستار دي، ندوس على شيك، وبعد كده هتدوس على علامة الصح. تمام، بعد كده بعد ما هتدوس على الادجاست وتخلي ايه السبيد على 12 واللي تحتها مثلا ايه على 15، وبعد كده تقوم ايه محددها برضو على اول صورة بس. والخطوة الجاية دي هتكون اسهل خطوة هتعملها معايا في الفيديو ده. هتدوس على اول صورة بعدين انيميشن اللي هي العلامة بتاعة الفيديو دي، بعد كده تخش على كومبو، بعد كده دي كلها بقى افكتات وفلاتر تقدر انت تستخدمها في الصور بتاعتك، تشوف المناسب على الصور بتاعتك واستخدمه. انا استخدمت دول هخلصهم وارجع لكم تاني على طول ونشوف الفيديو مع بعض. وبس كده يا شباب، بعد ما خلصنا الانيميشن كده نشوف الفيديو مع بعض. لو في اي حاجة عايزة تتظبط هنظبطها مع بعض، مفيش طبعا هنسيب الفيديو على طول. وبس كده يكون وصلنا لشرح فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو عايزين اي شروحات من دي تاني ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات او تبعتولي في جروب التليجرام اللينك اللي في الوصف. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الشروحات الجديدة. ولو عملت الفيديو من الشرح خش على الانستجرام نزله ستوري واعمل لي منشن هنزله عندي في الستوري. وبس كده يكون وصلنا لشرح فيديو النهارده. وبس ده يكون نتيجة شرح فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.